صفقة مسلسلات في رمضان اللي جاي 2025 حاجة رايقة. غياب محمد رمضان تاني مرة على التوالي عن مسلسلات رمضان بعد نجاح جعفر العمدة لسه موجود. انفصال مكي عن الكبير، واضطهاد يوسف الشريف ومسلسله الراكون، واستمرار غياب محمد سلام بسبب ازماته الاخيره. كل التفاصيل دي واكتر هتلاقوها معانا في الفيديو ده، وكمان هقولك عن كل المسلسلات اللي هتتعرض في رمضان اللي جاي 2025 الاكيد منها والمحتمل. فمن غير رغي كتير اعمل لايك وسبسكرايب بسرعه ويلا بينا. مبدئيا كده في مسلسلات كتير المفروض انها هتتذاع في رمضان اللي جاي، ومعظم المسلسلات اللي اقولها لك هي اكيده بنسبه 100%. في البدايه هيكون معانا الاجزاء التانية من المسلسلات اللي كانت موجوده في رمضان اللي فات، واول مسلسل معانا هو مسلسل جودر الجزء الثاني، والمسلسل الثاني هو العتاوله الجزء الثاني، وكمان هيتذاع في رمضان اللي جاي اشغال شقه الجزء الثاني، وطبعا معانا الاسطوره اللي موجود كل سنه وما بيخلص المداح الجزء الخامس، وفي كمان معانا مسلسل كامل العدد الجزء الثالث هيتذاع في رمضان 2025. وكده كده دول ابطالهم معروفين والقصص بتاعتهم برضو معروفة. اما بقى بالنسبة للجزء الثاني من فيديو النهاردة هيكون عن المسلسلات اللي هتتعرض جديدة، وبصراحة من وجهة نظري في ممثلين كتير خرجت من جلدها الموسم ده، وحاسس انه هيكون موسم درامي رمضاني مصري فيه مسلسلات كتير كويسة. واول مسلسل معانا هو مسلسل سيد الناس، والمسلسل ده هيكون من بطولة عمرو سعد والهام شاهين وخالد الصاوي واحمد رزق واحمد زاهر، والمسلسل ده هيكون بيتكلم عن قضايا اجتماعية كتير زي الفقر والتوبة والجريمة. وعلى ما أظن عمرو سعد بيحاول يخرج من دور السرسجي اللي بدعه من أول فيلم حديد ورجاتا، وطبعا في مسلسل ملوك الجدعان. والمسلسل التاني هو مسلسل إيش إيش لمي عمر وماجد المصري، وإخراج محمد سامي، وعلى ما أعتقد برضه هيحقق نجاح كبير خصوصا بعد النجاح اللي عمله مسلسل نعمة الأفوكاتو السنة اللي فاتت. وبرضه هيتعرض معانا مسلسل حمزة، والمسلسل ده هيكون نمبر 1، وعايزك تفتكر كلامي ده كويس. هو بيتعرض في رمضان 2025. مسلسل محمد إمام الجديد هيكون نمبر 1. وطبعا كده كده معانا مسلسل الراجل الجدع بتاع رمضان فهد البطل، وهيكون من بطولة أحمد العوضي وميرنا نور الدين ومحمود البزاوي، وكده كده عارفين قصته بتاعت كل سنة. ومعانا برضو مسلسل وتقابل حبيب لياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، وده أكيد هيكون مسلسل رومانسي كده كده. وبرضو معانا مسلسل الحب كله لآسر ياسين وميرنا جميل، وده أكيد برضو مش هيكون مسلسل كوميدي. وهيتعرض برضو في رمضان 2025 مسلسل أمير العوامري لهاني سلامة ومي سليم، وهيكون طالع راجل أعمال وبيحب واحدة، وكده كده عارفين الباقي بالنسبة للفلوس والكلام ده. وفي برضو كام مسلسل تاني هيتعرض في رمضان اللي جاي حاسسهم هينجحوا نجاح كويس، زي ظلم المصطبة لإياد نصار وفتحي عبد الوهاب. الثنائي دول بياكلوا تمثيل وبيبلعوا بإبداع. وفي برضو مسلسل منتهي الصلاحية لمحمد فراج وهنا شيحة، ومسلسل برضو الكابتن لأكرم حسني وآية سماحة بتاعت التسعينات. وفي برضو مسلسل نص الشعب اسمه محمد لعصام عمر وميان السيد. وهيكون في برضو مسلسلات تانية في رمضان 2025 زي كنترول لرهام حجاج، وأفلاطوني لجميل عوض، وأم 44 لسمية الخشاب. أخيرا بقى معانا المسلسل اللي هيحقق نجاح كبير قوي أجمد من الكبير قوي، مسلسل أحمد مكي الجديد الغاوي، أو بمعنى أصح عين شمس سابقا. المسلسل ده اتغير اسمه من قريب قوي من عين شمس للغاوي. والمسلسل ده هيكون من بطولة مكي وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، وهيكون فيه دراما شعبية بتتكلم عن مجرم قرر ان هو يتوب. ومكي من وجهة نظري ممثل شاطر قوي بره الكوميديا، وده ظهر في مسلسل الاختيار الجزء الثاني وكليب قطر الحياة. اما بقى بالنسبة للجزء الثالث من الفيديو هنتكلم عن غياب محمد رمضان ومحمد سلام ويوسف الشريف وأمير قرار. مبدئيا محمد رمضان مش هقدر اقول عن غيابه غير انه مفيش حاجه يقدمها بعد نجاح جعفر العمدة. سيبك بقى من فيلم اسد اللي بيصوره مع محمد دياب ومسلسل المنصات اللي فيه كلام عنه، محمد رمضان جه في سنه قدم 3 افلام ومسلسل، فانا شايف ان مفيش حاجه منعاه حاليا غير انه مش هيعرف يقرب لنجاح جعفر العمدة. من الاخر كده مش عاوز يحرق نفسه حاليا بمسلسل، هو كده كده هينجح بس مش هيقرب لنجاح جعفر العمدة. اما بقى بالنسبه لمسلسل الراكون، على الرغم من انه اتكتب بقاله اكتر من 2 سنين، وعلى الرغم من ان انجي علاء بعد انفصالها من يوسف الشريف قدمت السيناريو لشركه الانتاج، الا انه برضه توقف وعمال يتاجل زي الزيبق الجزء الثاني. والسبب الوحيد من وجهه نظري لتاجيل المسلسل واختفاء يوسف الشريف حاليا عن الدراما والسينما هو مسلسل النهايه ومسلسل كوفيد 25. تقريبا يوسف الشريف في المسلسلين دول خبط فيهم جامد، وبرضه نفس المشكلة جت مع محمد سلام بسبب أزمته السياسية الأخيرة. أنا شايف من وجهة نظري في حالة اضطهاد واضحة قوي، حتى ده برضه ظهر في الفيلم اللي المفروض اتصور من إنتاج السبكي، هو تقريبا مش هيظهر فيه وده باين جدا من الإعلان. وأخيرا عدم تواجد أمير كرارة هو فشل آخر مسلسلين ليه، بيت الرفاعي وسوق الكانتو.
وبكده نبقى خلصنا الفيديو. لو عجبك ما تنساش تدعمني باللايك والاشتراك لو اول مرة تشوفني، وبس كده، سلام.